صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن واحدة من أجمل الممثلات المصريات، الفنانة مديحة كامل. اتولدت مديحة كامل سنة 1948 لأسرة متوسطة الحال، ودرست في كلية الآداب جامعة عين شمس. وبعد ما اتخرجت قررت إنها تشتغل عارضة أزياء، لكن بعد كام شهر حست إنه مش ده المجال اللي هيحقق لها طموحها، فقررت تغير شغلها وفكرت في التمثيل. وفي سنة 60 بدأت بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام، وبعدين جاتها الفرصة الحقيقية لما شاركت الفنان الكبير فريد شوقي بطولة فيلم 30 يوم في السجن. ولعبت بعد كده مديحة كامل أدوار كتير في السينما والتلفزيون والمسرح، لحد ما رشحها المخرج كمال الشيخ لبطولة فيلم الصعود للهواء